في فيديو النهارده إن شاء الله هنتعلم إزاي نربط الويب فلو فورمز بتاعتنا بأداة make.com عشان نقدر إن إحنا نربط ما بين كل منصاتنا بدون أي تدخل بشري وعن طريق الأوتوميشن. هنربط الويب فلو فورمز بتاعتنا بحيث إن اليوزر لما يجي يسجل في الويب سايت بتاعتنا الداتا كلها تطلع على الأوتوميشن أو على make.com، وميك.com يبدأ إن هو بعد كده ياخد الداتا دي وبعد كده ينقلها للمنصات بتاعتنا سواء كانت السي ار ام او جوجل شيت او اير تيبلز او اي فانكشناليتي انا عاوز اعملها في الداتا قبل ما ابعتها على المنصات بتاعتي. تعالوا بينا نشوف ازاي هنعمل الموضوع ده ازاي. اول حاجه بعمل الفورم بتاعي عن طريق ويب فلو، فورم عادي جدا بسيط جدا فيه حوالي خمسه فيلدز، وبعد كده بروح على make.com واعمل الاكونت بتاعي. لو انت عندك اكونت هتدوس لوج ان طبيعي، ولو ما عندكش هتدوس جيت ستارتد فور فري، هو مجانا بيديك حوالي 1000 كريدتس مجانا. لما ضغطت على جيت ستارت فري عشان انا عندي اكونت واوريدي مسجل بيه او عامل لوج ان فبيدخلني على الاكونت بتاعي. هو زي ما انا بقول لك عنده في المجاني في الخطه المجانيه حوالي 1000 كريدتس. ال 1000 كريدتس دول عشان تقدر تستكشف بيهم الاداه وتفهم هي بتعمل ايه وهتفيدك ولا لا في البيزنس بتاعك. عشان ابدا اعمل اي اوتوميشن في ميك دوت كوم محتاج ان انا اروح على كرييت سيناريو. بعد ما ادوس عليها هيظهر لي علامه بلس كبيره، هيقول لي انت محتاج تبدا الاوتوميشن بتاعك بايه. هقول له ان انا عشان ابدا، انا عموما عشان ابدا اخد داتا من اي مكان عموما محتاج ان انا اتعامل عن طريق الداتا دي بالويب هوكس. اي داتا هاخدها من اي ويب سايت مش الويب فلو فورمز بس. الميك دوت كوم بيتعامل ان هو بيستقبل الداتا عن طريق الويب هوكس. فانا هقول له ان انا عايز ويب هوكس عشان انت هتستقبل داتا دلوقتي وتبدا تعمل لي عليها اوتوميشن. يقول لي تمام. اقول له عايز كاستم ويب هوك، اقول له كريت الويب هوك واسميه هنا مثلا ويب فلو ويب هوك، وبعد كده اقول له سيف. بيجيب لي يو ار ال هنا اللي انا هبعت عليه الداتا، هو ده اليو ار ال اللي انا هبعت عليه الداتا اللي هيتعرف عليها ميك دوت كوم. ابدا ان انا اخد الادريس ده اقول له كوبي ادريس تو كليب بورد وبعد كده ادوس سيف. دلوقتي هو المفروض ان هو منتظر مني الداتا اللي هبعتها عن طريق الويب فلو فورم. هروح على الويب فلو واجي على الفورم بتاعي هنا واجي على السيتنج وعلى سند تو. هاجي جنب سند تو هنا هدوس على علامة البلس واقول له ان انا عايز اربط ويب هوك. بعد كده بحط اليو ار ال اللي اداهوني ميك دوت كوم وادوس سيف. بيظهر لي هنا حاجه اسمها السيكريت كي، دي بتحتاجها بعد كده لما تعمل اوثنتيكيشن للويب هوك. انت المفروض ان انت بتاخدها كوبي وتشيلها في اي مكان لان اليوزر مش هيشوف السيكريت كي ده تاني، فانت بتقول له هايد كي فور ايفر. بمجرد ما انت عملت له كوبي المفروض ان انت تروح تعمل له بيست في اي مكان عشان لو طلبوا منك في ميك دوت كوم عشان عمليه الاوثنتيكيشن. هتروح بعد كده على الانتجريشن ده وتقول له مثلا ران وانس، وبعد كده ترجع وتعمل ببلش للصفحه بتاعتك ان احنا خلاص ربطنا بالويب هوك الفورم بتاعنا. وبعد كده بروح على الصفحه بتاعتي واملا الفورم. انا دلوقتي قلت لميك دوت كوم استنى مني اي داتا، فهو كاتب ان هو مستني اي داتا waiting for data. هرجع تاني على الفورم بتاعي واملا بعض البيانات، اي حاجه هنا املاها كده عشان ابدا ان انا اشوف الداتا عندي في ميك دوت كوم. وزي ما الداتا دي بالظبط مكتوبه انا هتلاقيها موجوده في ميك دوت كوم، بس فكره انك انت لازم تميز الداتا دي. لازم كل فيلد من الفيلدز دي كده ده الشكل اللي هيوصل لميك دوت كوم. انت عشان تحسن الموضوع المفروض ان انت كل فيلد منهم بتسميه، هم مش بتسميه فيلد مثلا هنا هنسميه مثلا فول نيم، فهيوصل لميك دوت كوم. طبعا عشان انا ما عملتش ببلش فمش هيوصل فول نيم، هيوصل زي ما كان في الاول فيلد. فلو عملنا رجعنا على ميك دوت كوم وعملنا سبميت للفورم، تمام your submission has been received، كده السبمشن كده وصل السبمشن. المفروض لما ارجع على ميك دوت كوم تمام يكون وصل له السبمشن بتاع الداتا بتاعتي. لو جيت دوست على بيلود بعدين دوست على داتا هتظهر عندي هنا الداتا اللي خدها من الويب فلو فورم. طيب انا عايز اخد الداتا دي دلوقتي واعمل بيها اي حاجه. عايز اعمل بيها مثلا ان انا ابعتها على سي ار ام، عايز ابعتها على جوجل شيتس، عايز ابعت ايميل كونفirmation ايميل، دي سهله جدا برضو. كل ده موجود هنا عند حضرتك. لما تيجي تدوس بلس هيجي يقول لك بعد كده عايز تكمل الاوتوميشن ازاي.
دلوقتي أنت المفروض إنك أنت استقبلت الداتا. طيب الداتا دي موجودة عندك already هنا في الموديول ده، وأهي لما تيجي تدوس على علامة ال1 دي هتيجي تشوف البيلود والداتا زي ما احنا شفناها. طبعا انت هنا بتبدأ بقى تدور ازاي انت تتعامل مع الداتا دي. ممكن مثلا عايز تبعت له confirmation ايميل، ممكن عايز مثلا تعمل اي حاجه بالاي اي، مثلا انك انت تعمل تكريت من الداتا اللي جايه له وتعمل له ايميل كاستمايزد ليه وبعد كده تبعته له. فانت ممكن تستخدم الاوبن اي اي، بعد كده تستخدم الجيميل. بعد ما تبعت الايميل تخزن الداتا والايميل اللي انت بعته على اير تيبل. طبعا في افكار كتيره جدا انت يعني لا حصر لها في موضوع الاوتوميشن، بس اهم حاجه الاوتوميشن يكون يخدم البيزنس بتاعك ويخلي الموضوع فيه سلاسة ما بين الربط بين المنصات الخاصة بيك، فبالتالي يخدم لك البيزنس بتاعك بشكل أسهل وبشكل أيسر مما تتخيل. ده كان بالنسبة للربط ما بين الويب فلو فورمز والميك دوت كوم. أتمنى أن أنا أكون غطيت معظم الحاجات المهمة أو الأساسية في موضوع الربط. هو الربط سهل جدا، هو مجرد أنك أنت بتضيف الويب هوك وبتبتدي تستقبل الداتا وبتاخد الداتا تعمل لها بروسيسنج بقى او اوتوميشن بالشكل اللي انت محتاجه. ده كان بالنسبه لفيديو النهارده، اتمنى اشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.